قال لك اسيدي الطماع تيقضي عليه الكذاب. هذا هو المثل اللي كنا كنسمعوا من الناس القدام، وبالفعل هذا الشيء هذا اللي غادي يطرا في هذه القصه ديال هاد السيد هذا اللي سميتو بدر، واحد الشاب اللي عنده غير 23 سنه، وغادي يدير هاد المسائل كامله، وغادي يرون هاد مدينه اكادير، وغادي ينصب على الناس مساكين، وغادي يدي لهم رزقهم. فبدر اللي عنده 23 سنه يعني ابن مدينه اكادير، يعني كان كيمشي للدول الاسيويه، امارات، قطر الى ما غير ذلك. فمن بعد الدخول ديالو مؤخرا يعني غير في هاد السنه الاخيره دخل يعني لمدينه اكادير. فكانوا عنده بعض الاموال، يعني مشى يعني كرا واحد الفيلا، كرا واحد الطوموبيل اخر موديل بالشيفور ديالها، يعني مشى كرا واحد المقر فين غادي يدير ديك الشركه ديالو، الشركه الوهميه اللي غادي يوهم بها الناس، ودار فيها بعض التلافز وليكرون وهذه الى اخره، وقدها مزيان كانه مقر ديال الشركه ديالو. ومن بعد يعني بدا كيبروبوزي هذا المشروع ديالو على عيالات وهذه الى اخره، يعني ديال داك السيكتور. فقال لهم بانني انا كنخدم التريدينغ، وانني انا كندير العقار وكيرجعوا لي، يعني كنربح اموال اللي كبيره بزاف في ظرف صغير وهذه الى اخره. فقال لهم الا بغيتوا تدخلوا معايا ونعاونكم ما كاين حتى شي مشكل، غتعطيوني واحد المبلغ ديال 2500 درهم، ومن بعد واحد الفتره اللي صايره ديال مده 10 ايام غادي نردها لكم ب 5000 درهم. فهنا هنا العيالات، يعني بعض من العيالات غادي يدخلوا وغادي يزعموا، وبالفعل من بعد 10 ايام غادي يربحوا واحد المبلغ ديال 5000 درهم، يعني عجبهم الحال، وبداو كيقولوها العيالات اخرين والعائله ديالهم الى ما غير ذلك. وما جات فين دوز عاوتاني واحد الاسبوع اخر او لا 10 ايام، ولاو عاوتاني زادهم واحد 4000 درهم اخرى. فيعني دخلت لهم فلوس اللي كبيره بزاف بالنسبه لهم هما، لانهم ما عمرهم ما كانت عندهم دوك المداخل كاع نهائيا. فيعني ما جاش فين تسالي، ما جا فين يسالي الشهر الاول حتى يعني دخلوا واحد المبلغ ديال 9000 درهم. فيعني هنايا كيشوفوا انهم ولاو كيدخلوا مبالغ كبيره، ان المشروع مهم، ان هذا الشاب هذا يعني دار معنا مزيان، خدمنا الى اخره. فهنا فين غادي يكون النصب ديال هذا الشاب هذا بدر، اللي كيستغل يعني نقطه الضعف ديال هاد الناس هادو اللي ما عارفينش، يعني كيحاول ما امكن في الاول يوهمهم بان كاين هناك ارباح، وكيعطيهم بعض الاشياء اللي صغيره باش يجيبوا له هما مبالغ اللي كبيره باش ينصب عليهم ويهرب. فبالفعل هذا الشيء اللي كانوا يعني ودوك العيالات، فشد يعني واحد المجموعه ديال العيالات، واحد العشره العيالات اللي بداو معاه في الاول، قال لهم نتوما غادي ندير لكم قائدات، يعني كل وحده وغادي يكون عندها جروب ديالها، يعني الناس اللي غادي تدخل ديك الوحده غادي يكونوا صالحه، وغادي تبدا تخلص عليهم بحال داك الشيء يعني ديال فوركس وفوريفر وداك التخربيق كيف ما كينصبوا على عباد الله، بحال داك الشيء تماما. فهاد الشيء اللي كان يعني ودوك العيالات بداو كيجيبوا له الناس بزاف، اللي كيعطي 100 مليون، اللي كيعطي مليون، اللي كيعطي 400 مليون، اللي كيعطي 2 المليون، اللي كيعطي 3 المليون. يعني ففي الاول حيت كيعطي كدوز واحد المده صغيره كيعاود يعطيه داك بدر، كيعطيه الارباح ديالو هادي باش كيوهموا انه هذا الشيء هذا بالفعل كاين، باش كيعاود عاوتاني يدخل مره اخرى بواحد المبالغ اللي كبيره بزاف. فيعني ما جات فين دوز واحد المده ديال شهرين او 3 شهور، حتى ولاو الناس كتار داخلين مع هذا الشاب هذا بدر، ولاو مبالغ اللي كبيره بزاف. فهنا فين غادي يجمع لهم الحصيصه كامله بدر، وغادي يعني غيجمع ما يقارب 15 مليار عفوا، وغادي يشدها وغادي يبلوكيها، غادي يقول لهم بان راه الفلوس يعني راهم كاينين، راهم بلوكين في البنك المغربي، يعني فغير من بعد اشهر من هنا لشهر 10 غادي تطلقوا الفلوس وغادي نعطيوكم فلوسكم وهذه الى اخره. فهنا فين مشى يعني شرا البي ديالو هو والزوجه ديالو وغبر، وقال لهم راني غادي نمشي للامارات، بانني انا عندي اعمال في الامارات الى ما غير ذلك. هنا فين غادي يمشي وما غاديش يعاود يرجع كاع نهائيا، وحتى شي واحد دابا ما عرفوا فين كاين. فهنا يعني بداو الشكاوات ديال هاد الناس، مشاو عند الامن ومشاو كيتشكاو به وهذه الى اخره، ولكن ما وصلوا حتى شي حاجه كاع نهائيا، لان بدر خوا المغرب بصفه نهائيه، لانه يعني جمع واحد المبلغ اللي كبير بزاف اللي يقدر يعيش به حياه اخرى في احسن دوله في العالم كاع. فيعني هنايا فين كنكتشفوا بان مازال كاين واحد الشريحه في هذا المجتمع هذا انها كتثيق بالناس اللي ما كتعرفهمش، يعني الناس ما كيتيقوش دابا حاليا حتى في الكارير اللي داير بهم في العائله ديالهم وهذه، وما كتكونش واحد الثقه عمياء بحال هذا الشيء هذا ديال الفلوس وديال الخدمه الى ما غير ذلك. فكتلقى بان هاد الناس هادو يعني مساكن كتلقاهم كاين اللي تسلف، كاين اللي مشى دار كريدي، كاين اللي مشى دار دارت، كاين اللي مشى هز يعني واحد المبلغ المالي اللي كانوا مخبعوا على دوار الزبل كما كنقولوا. يعني هاد الناس مساكن كيبكيو ويشكيو حاليا دابا، لانهم يعني مشاو لهم داكشي كامل اللي كيكسبوا مشى لهم. ما يقارب 5000 شخص في مدينة أكادير اللي طرا له هذا الشيء، وعاد كاينين الناس من مدن أخرى بحال كازا بحال الرباط إلى ما غير ذلك. فالشاب بدر يعني صراحة تبارك الله عليه، يعطاهم واحد الدرس اللي هو هذاك، باش الناس الآخرين يحاولوا ما أمكن أنهم يديو الفائدة، وما يبقاوش يثقوا في شي واحد اللي غادي يقول لك أجي حقار عندي تريدينغ أو لا شركة أو لا أو إلى ما غير ذلك، راه غادي تعطي واحد المبلغ ومن بعد تبقى تربح واحد المبالغ اللي كبيرة. اللي قال لك اللي بين لك الربح في الأول عرفوا غادي ينصب عليك، هادشي اللي كاين الإخوان.
فيعني الناس ما يبقاوش يطمعوا، ما تبقاوش يعني يعني شي واحد يكون قاري شي جوج كلمات ولا ثلاثه الكلمات يحاول ما امكن يعني يستغل الضعف ديالكم، ما تعطيوش فرصه كاع نهائيا. واللي يطلب لك الفلوس في الخدمه يعني يعرفوا راه غادي ينصب عليك. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.